السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي على مسماها البسيط. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسه بالكريمه ديال البرتقال، كتجي منعشه ولذيذه بزاف. هاد الاضافه ديال الكريمه جات رائعه، نتمنى انكم تجربوها. بقاو معايا في هذا الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه نبداو بالبسبوسه اللي ديجا شاركتها معكم. هي الوصفه المعتمده عندي. درت هنايا 2 ديال البيضات مع كاس ديال السكر، وتنخلط هاد المكونات. ممكن انكم تخدموا غير بالضراب اليدوي. زدت هنايا كاس ديال الزيت. غندير دانون بنكهه لافاني، غنزيدو معلقه ديال مربى ديال المشماش الخاص بالحلويات، غنزيد واحد الساشي ديال زهرة البرتقال بها غادي نسم. ممكن تنسمو بقشور البرتقال ولا قشور الحامض. كنخوي الخليط هكذا في واحد البول ونكملو باقي المكونات. عندي هنايا 2.5 كيسان ديال السميده رقيقه الخاصه بالحرشه، وواحد الساشي ديال خميره الحلوى من وزن 8 غرام. صافي تنخلطوا هاد العناصر، وهذا هو المقادير ديال البسبوسه، يعني بسبوسه العاديه اللي شاركتها معكم ديجا في القناه. جبت هنايا المول، انا دهنته الجوانب بالزبده ودايرت له بابي كويسون، وكندخلوها الفران على 180 درجه تقريبا واحد نص ساعه تكون واجده. تنوجدوا السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه. درت هنايا كاس ونص ديال الماء مع مرش ديال السكر مع عصير ديال نص حامضه. درتهم يغلاو على البوطه واحد 10 دقائق وخليته من بعد كيبرد. عاد سقيت به البسبوسه وهي سخونه. من بعد غادي ندوزو باش نصاوبو الكريمه ديال البرتقال، هي الاضافه اللي زدت لهاد البسبوسه. درت هنايا 2 كيسان ديال عصير التشين، كنديرو هكا في كاسرول، وكنزيد عليه فلون ديال لافاني، وكنزيد عليه 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، وبالنسبه للسكر كيبقى على حساب الذوق. انا غادي ندير معلقه ونص. كنخلط كلشي وتنديرو على البوطه حتى كيعقاد. كتجي صراحه واحد الصوص اللي منعشه ولذيذه بزاف. هذا هو وقت التشين ديال العصير. نديروه هكذا، نوظفوه هكذا في وصفات اللي كيزيدهم واحد اللذه واحد الانتعاش. يا سلام. غنديروه هكذا فوق البسبوسه وكنخليوها تبرد. انا خليتها واحد 3 سوايع في الثلاجه، عاد من بعد نشوفوا الشكل النهائي.
من بعد ما بردات والكريمه شدات راسها، شوفوا معايا كيف كتجي، صراحه كتشهي. غنقطع معكم مرسو هكذا باش تشوفوها من الداخل. البسبوسه حتى هي خفيفه ومنعشه حيت سقيناها بداك السيرو ديال الحامض، كتجي معلكه خفيفه. تقدموها هكذا في العشيه مع العصير ولا مع الحليب بارد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، اقتراح جديد. خليتكم على خير، بسلامه عليكم.